ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم النهارده سر خلطة المحشي في المطبخ المصري. صلوا بينا على النبي. اول حاجه معانا الكرنب مسلوق ومتقطع بالشكل ده. قريب ان شاء الله هنزل لكم فيديو جديد سلق الكرنب وتقطيعه عشان تقطعيه بنفس الطريقه دي، يعني يبقى الواحده على قد الصباع المحشي على طول، ما تتعبيش يعني في التقطيع. معانا الكوسه هنبشرها من بره وهنعملها من جوه بالشكل ده. ممكن بقى تزودي باذنجان، ممكن فلفل، ممكن بطاطس، ممكن في ناس بتحشي بصل كمان. اللي انت عايزاه حسب اللي اولادك بيحبوه. وهتعملي كل الكمية بنفس الشكل ومش هترمي اللي هيطلع من الكوسة ده ولا الباذنجان. هقولك دلوقتي هتعملي بهم ايه. وهتجهزي كمية الخضار كلها اللي هتعمليها وتكون جاهزة للحشو. ومقادير الخلطة اللي انا هقولها النهاردة دي يعني تكفي معاكي حوالي 2 كيلو رز. عايزة بقى تزودي برضو البهارات معاها، عايزة تقللي برضو البهارات حسب الكمية اللي انت هتعمليها. 2 كيلو رز هنحتاج لهم 3 كيلو طماطم معصورة، ومعانا بصلتين كبار متقطعين مكعبات، بصلة منهم هنصفرها وهننزل الطماطم عليها عشان تتسبك ونعمل بها الخلطة. والبصلة التانية هننزل عليها البهارات وهنقلبهم في بعض وننزلهم على الخلطة. معانا 5 فصوص توم مهروس. معانا البهارات معلقة كبيرة نعناع، ومعلقة كبيرة كمون، ومعلقة كبيرة فلفل، ومعلقتين كبار ملح، ومعلقة صغيرة شطة حسب الرغبة لو حابة تزودي أو تقللي. هنعمل الخلطة بقى. أول حاجة هنجيب حلة كبيرة وهنحط فيها زيت، وهننزل بأول بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، وهنستمر في التقليب لحد ما تصفر معانا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هتستمري في التقليب لحد ما البصلة تصفر معانا وهتبقى معانا بالشكل ده. هتنزلي عليها ب3 كيلو الطماطم اللي احنا عصرناهم. بعد ما هتضيفي الطماطم هنجيب البصلة التانية الكبيرة اللي احنا مقطعينها مكعبات، وهننزل عليها بالبهارات: النعناع والكمون والشطة والملح والفلفل، وهندعكم كويس مع بعض عشان كلهم ياخدوا البهارات سوا. بعد كده هنضيفهم على الطماطم اللي احنا حطيناها على البصلة اللي احنا صفرناها. اهم حاجة هنقلبهم كويس مع بعض، وهنضيف عليهم 5 فصوص توم مهروسين هننزلهم طريين، وهنقلبهم مع بعض كويس وهنسيبهم مع بعض لحد ما تغلي وتتسبك معانا. بعد ما هتتسبك معانا هننزل عليها بشدتين كزبرة خضراء طازة او متفرزة. دي كانت متفرزة في الفريزر، ولو متاحة ودي انشبت ممكن تضيفيهم، لو مش متاحة عادي. اول ما تحطي الكزبرة الخضراء والشبت هتقلبهم كويس معاها، وبعد ما هتبقى معانا بالشكل ده نطفي على طول، مش هنسيبها تغلي ولا حاجة. هيكون معانا حلة ألمونيا نحط فيها العرق بتاع الكرنب تحت بالشكل ده، وهنضيف اللي احنا شلناه بالكوسة والباذنجان اللي احنا قلنا هنستخدمه تاني. هنعمل الكلام ده لو حلة ألمونيا، لكن لو حلة فل مش هنعمل ده عادي. هنكون مجهزين 2 كيلو رز ونكون غسلينهم كويس، واول ما ندفع على الخلطة هنقوم ضايفينها على الرز وهنقلبها كويس. هتقلبي الخلطة مع الرز عشان كله يندمج مع بعضه، وبعد ما هتقلبها كويس كده الخلطة بقت جاهزة معانا للحشو. معانا الكرنب اللي احنا سلقينه ومقطعينه، وهنبدأ نلف واحدة واحدة بالشكل ده، وهنرصه في الحلة اللي احنا فرشينها من تحت بعرق الكرنب وقلب الكوسة او الباذنجان حسب اللي انت عاملاه، وهتبدأي ترصيه كده في الحلة. وهنعمل كل الكمية بنفس الشكل، بس مش هنمليه رز عشان يستوي معانا، وعشان الرز ما يقعش منه، وعشان صباح المحشي ما يتفتحش معانا. فهنعمل كمية بنفس الكمية اللي انتوا شايفينها دي يعني، وهنعمل كل الكمية اللي معانا بنفس الشكل وهنرصها. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والخضار برضه هنعمله بنفس الطريقة. معانا الكوسة برضه مش هنملاها رز عشان الرز يستوي معانا، وعشان الكوسة ما تتفتحش مننا، وعشان الرز ما يقعش منها. ولو معانا باذنجان هنعمله برضه بنفس الطريقة. لو معانا بصل هنعمله برضه كذلك، لو بطاطس اي خضار. لو حابة تعملي الخضار في حلة والكرنب في حلة زي ما انت عايزة، بس لما بيكون مع بعض بياخد كده من طعم بعض ويبقى احلى. ومعانا الفلفل برضه هنعمل نفس الكلام، برضه مش هنملي رز للاخر عشان برضه يستوي معانا. وهنعمل كل الكمية بتاعتنا بالشكل ده. لو هتعملي كله في حلة واحدة يبقى هتعملي تلت الحلة الكرنب، والتلت التاني هترص الخضار بنفس الشكل ده. ممكن بقى تحط فوق لحوم فراخ اي حاجة انت عايزاها، وممكن تعمليه من غير اي لحوم خالص. بعد كده التلت الاخير هتحط كرنب تاني وهتقفليه بالحلة كده وتسويها. ممكن تعمليه لحوم بالشكل ده، او ممكن تعمليه فراخ بالشكل ده حسب المتاح عندك. ولو مش متاح ده او ده عادي ممكن تعمليها من غير اي حاجة خالص. هتجيبي طبق وتحطيه كده من فوق عشان المحشي ما يفكش من بعضه. معيار سوى الرز هنحط الطماطم. معانا لتر طماطم معصورة،
معنا البهارات: معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة شطة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بهارات لحمة أو بهارات فراخ، هي بتدي طعم للأكل. نضيف كل البهارات على الطماطم وهنقلبها كويس، وبعد كده هنحطها على النار. لو انت عاملاها من غير أي لحوم ممكن تحطي فيها مرقة دجاج. بعد ما هتغلي وهتبقى معانا بالشكل ده، هنجيب مصفى ضيقة ونصفي الطماطم اللي بتغلي وهنحطها على المحشي بالشكل ده لحد ما هنغطيه للآخر، وهنحط الحلة على النار ونسيبه لحد ما يستوى. واما يقرب يستوى هنقدح له الزيت. معانا حبة زيت سخنين وعليهم فص مستكة، واما المستكة تدوب هننزل على وش المحشي بالشكل ده، بيديله طعم جميل جدا وبيدي لمعة كده للمحشي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا معانا. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. الشكل جميل جدا ويفتح النفس والطعم احلى واحلى. جربوه وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. شكله حلو جدا، الرز مش خارج منه ولا حاجة عشان كانت كمية الرز مناسبة ومستوي خالص. ولو وصلتوا معنا لآخر الفيديو ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وبألف هنا على قلب.